فدايما بقى الشباب عندها الوهم اللي هو انا لو ما حققتش ذاتي في العشرينات، وده اكبر غلط، مفيش حد بيعمل كده، انا كده فشلت انا هقول لك على حاجه. والموجه فاتتني. اول حاجه يعني هو ما فيش شورت كات في البيزنس. يعني انت رحله البيزنس دي هتاخدها هي رحله معينه ومراحل معينه لازم تاخدها، وما ينفعش تستعجل النتائج. لو استعجلت امم النتائج مش هتكمل فاهم. الرحله للاخر. الحاجه التانيه ان انت ما تعرفش الراجل اللي هو السكس فيجرز ده، انت ما تعرفش هو ابتدى امتى والظروف اللي عدى بيها ايه، وابتدى اصلا ولا لا؟ ابتدى اصلا ولا لا. يعني انت ما تعرفش هو ظروفه. الناس اللي ناجحه اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا دي، ايوه. اقعد كده غوط شويه كده وشوف تنظير. هم شافوا ايه وعدوا بمراحل عامله ازاي وتعبوا قد ايه عشان يوصلوا للي انت شافه دلوقتي مبهرج على السوشيال ميديا. ده كان هدومه مقطعه قبل كده وبيتضرب. فما يعني ما تنبهرش قوي. مم. هي رحله رياده الاعمال هي رحله لازم تاخدها بحلوها ومرها، وهي اكسبيرينس فيها بقى حاجات كتير. فيها ان انت بتغير شخصيتك نفسها، انت بتتعلم مم. حاجات بتغير فيها من شخصيتك ومن طريقة تفكيرك. ده اللي انا اكتشفته بقى، ان انت يعني عمرو اللي هو الموظف ما لازم يكون واحد تاني علشان يكمل رحلة ريادة الأعمال. لازم يكون عنده مايند سيت مختلفة، عنده طريقة تفكير مختلفة، توقعات مختلفة، اهتمامات مختلفة، حاجات كتيرة جدا بتكتشفها ان علشان تكمل رحلة ريادة الأعمال لازم تطورها.